رجل يعاني سكرات الموت 3 ليال، فذهبت زوجته تشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة: لا هو يبرئ فنستريح، ولا هو يموت فيستريح، ولا هو قادر على نطق الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: أين أمه؟ فحضرت وسألها صلى الله عليه وسلم عن حاله، فقالت: من المصلين الذاكرين. فقال: لست عن هذا أسأل ما بينك وبينه. فبكت وقالت: أخاف أن أكذب عليك فينزل وحي يفضحني، أما قلبي فعليه ساخط. فسألها لم؟ فقالت: الوجه الضاحك لزوجته، والوجه العابس لي، وحلو الكلام لها، والكلام الجاف لي، وحلو الطعام والثياب لها، وما تبقى بعد اختيارها لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحضروا نارا لأحرقه. فصرخت الأم: لا يا رسول الله، ولدي فلذة كبدي لا تحرقه، فأني فديته بنفسي. فقال: هذا ما أردت، فمن دون رضاك لن يشم ريح الجنة. فقالت: أشهد الله وملائكته أني سامحته وأحب له الجنة.